ايوه بقى، خش بقى بالربع كيلو كبده الصينيه المحترمه دي، ربع كيلو. اي والله ربع كيلو كبده، وهتشوفوها كمان ان هي ربع كيلو. شوفوا صينيه قد ايه، كفت العيله كلها غدا، مش هقول لكم كمان عشاء ولا حاجه، لا هو غدا بربع كيلو من الكبده. بس ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال. معلش بقى لان الصوت انا عندي برد جامد وزكام وكده، فربنا يشفينا يا رب ويشفي كل مريض يا رب العالمين. مع ان الجو اتحسن، ان الواحد جاله برد مش عارفه من ايه يعني، بس الحمد لله. قبل ما ندخل في الفيديو بقى، ما تنسوش كده لو اول مره تشوفونا تعملوا اشتراك في القناه، وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو بننزله. وما تنسوش بقى اللايك والشير على الطحينه البيت الحلوه دي. اللي انا بقطعه دول ده رغيفين عيش من العادي، انا بقطعهم كده علشان هعملهم طحينه. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، احنا عملناها في فيديو لوحدها، في فيديو قبل كده يعني، اللي هي الطحينه هي بتاعت المحلات استحاله تعملها طحينه خام كده، لا هي بتتعمل بالعيش ده، وبتبقى طعمها حلو. او انا سخنت ميه في الكتل، وبعدين نزلت بحبه ميه سخنين على الرغيفين العيش دولت لحد ما يطروا. الميه السخنه بتخليه يطرى على طول وما بيغيبش، مسافه ما يهدى ببدا اشتغل فيه. فهسيبها كده لحد بقى ما تبرد. دي بقى هنبدأ نعمل طبعا الفيديو ده كمالة اليوم، يعني انا الفيديو اللي قبل كده ده كان الصباحي، ده المسائي او بعد الظهر اللي هو وقت الغد. يعني الفيديو ده تكملة للفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات انا عملت فترة الصبح، وده بعد الظهر. فالمهم ده كمية فلفل مش من غير وزن، يعني انا جايبة كمية محترمة عشان تكتر الصينية معانا. انا زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات كنت جايبة حبة مشتروات، وكان من ضمنهم ربع كيلو كبدة، طبق كده من اللي بتتباع في السوبر ماركت، اللي هو الربع كيلو. جبته وقلت بقى ايه، هعمل عليه صينية حلوة كده، وجبت ربطتين جرجير وجبت حبة طلبات، وهبدأ بقى اعمل الغدا بتاعنا. فده كمية فلفل انا مكترة في الفلفل. اولا هو بيبقى طعمه حلو قوي في الكبده، فكل حتى ما بنزوده، مهما تزودي منه بيبقى طعمه حلو وبيدي طعم حلو قوي. ودولت بقى حبه 5 بصلات اهو زي ما انتم شايفين، ما هماش كبار يعني، حتى فيهم اتنين كبار او وسط، وثلاثه صغيرين. هبدا بقى اقطعها برضو قطع صغيره قد قطع الفلفل. انا بقطع الفلفل وبقطع البصل بنفس حجم الكبده، او الكبده كمان بتبقى مميزه سن. في ناس بتحب تقطع، المهم خلينا في البصل بس دلوقتي. زي ما قلت لكم البصل برضو بتكتري، لان الحاجات دي البصل والفلفل هم اللي بيكتروا الكميه، لان الكبده معروفه اهي. شوفوا مكتوب 250 جرام، دي ربع كيلو، 3 حتات. اهو هبدأ بقى، شوفي يعني بفتحها، وهي انا جبتها من بره وسبتها كده يعني، عم خلصت حبة شغل من البيت في البيت يعني، وبعدين بدأت اقطع فيها. وشريح يعني شريحتها حلوة، ماهيش صغيرة ولا حاجة. فالمهم هبدأ بقى اقطعها قطع صغيرة زي ما انتم شايفين. في ناس بتقطعها قطع اصغر من كده، يعني بتبقى اكبر من المفروض شوية، اكبر من المفروض شوية. بس انا قطعتها يعني ايه صغيرة، على ان ايه تبقى شكلها باينة ويبقى طعمها برضو باينة. انا عنده سكام جامد اوي، فمعلش بقى على الصوت، انا اسفة. فنرجع تاني للكبده. زي ما قلت لكم انا بقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين. عايزه تقطعها قطع اكبر براحتك، عايزه تقطعها قطع اصغر براحتك، بس كل لما تبقى القطعه صغيره يعني دي مناسبه. انا شايفاها ان هي مناسبه، ما هي صغيره قوي ما تبقاش باينه، ولا هي كبيره قوي هتبقى قليله قوي. فاحنا بنحاول زي ما قلت لكم ان احنا نبقى يعني نتماشى مع الاسعار ونمشي نفسنا مع الاسعار، وما في الست بيت تقف يعني. بربع كيلو كبده هو عملنا صينيه كبيره مع عيش مع طحينه، برضو الطحينه اقتصاديه، وربطتين جرجير، حته مخلله، وبنعمل غدا حلو قوي قوي ومحترم كمان. فزي ما قلت لكم ان احنا بنقطع الكبده. انا بقى بجهز علشان اما اروح اعمل الصينيه، هي ما بتاخدش وقت يعني، كل ده بالشوح كده ورا بعضه ورا بعضه، والكبده من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت. فعشان كده قلت ان انا ايه هقطع كله كده واجهز معاكم الكميه. وزي ما قلت لكم، عايزه تكتري البصل عن كده كتري، عايزه تكتري الفلفل عن كده كتري، وبيبقى طعمه حلو. انا جبت صينيه زي ما انتم شايفين اهو، ورحت حاطه فيها حبه زيت كده، رشه فيها حبه زيت حلوين، وبروح نازله بالكبده، او بحاول افرد الكبده يعني في الصينيه، علشان الصينيه سخنه اهي. الصينيه كل ما تكون سخنه الكبده تاخد صدمه، اهو فما ما تنزلش حاجه.
والنار بقى بتبقى عالية علشان الكبدة يعني ايه تشمع بسرعة ما تنزلش ميتها. اه فبعدين هو ببدأ بقى ان انا اقلبها بقى، تقلبي بقى كده براحتك خالص لحد الكبدة ما تغير لونها. فزي ما قلت لك ان حتى لو لحمه مفرومه ممكن برضو نجيب اللحمه المفرومه، حته لحمه مفرومه كده، ونروح حاطين عليها البصل والجزر، ونعملها برضو سندوتشات مع الطحينه، برضو بتبقى حلوه قوي قوي قوي. يعني اللحمه المفرومه دي بتتعمل سندوتشات سواء في الفينو سواء العيش العادي اي عيش، و... ونعملها كده برضو بتبقى حلوه قوي مع بطاطس محمره، برضو بتبقى وجبة حلوة قوي وفيها لحوم اهي. مش شرط يعني اللحوم تبقى قطع بقى وكده، لا، ممكن حاجات زي دي، وفي نفس الوقت بيبقى حلوة وتغيير، وحتى الولاد بيحبوا يمسكوا السندوتش كده وياكلوه، بيبقى احسن من ان هم يعرفوا يقعدوا في الطبق يعني ياكلوا بالطبق. زي ما انتوا شايفين الكبدة انا قاعدة اشوح فيها، بحاول ان انا اقلبها كده علشان تغير لونها، وكل تاخد يعني كلها تبقى واخدة نفس السوا. فايدي بتبقى فيها على طول كده ان انا بهدي النار كده، علشان كلها تاخد نفس السوا، ما يبقاش مثلا واحدة مستوية وواحدة قطعة مستوية وقطعة لا. واصلا الكبدة من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش وقت خالص. يعني الوقت اللي انا سويتها معاكم فيه وقلبتها ده هو ده الوقت اللي خدته، لكن ما خدتش اكتر من كده. فبس انا اهم مهم تكون ايدك فيها علشان تقعدي تشوحيها كويس. او انا طولت في المقطع ده لان يعني ما كانتش محتاجه ان انا افصل يعني الفيديو على ما تستوي او كده، هي مستويه جاهزه، ما بتاخدش سوا خالص. حتى الخضار اما بنحطه برضو بنشوحه كده، بنديله تشويحه سريعه. حتى ما تيجي في الاخر كده هنيجي نشوف هنلاقي الفلفل لسه خضاره زي ما فيه، ولسه البصل برضو تحس انه فيه ايه عضه خفيفه كده، مش عضه جامده او في ريحه البصل، لا البصل تطلع ريحته خالص، بس بيبقى فيه عض. في المرحله اللي انا بشوح فيها الكبده دي بروح حاطه برضو معلقتين من الخل، دولت مهمين جدا ان احنا نحطهم، بيحوشوا لو فيها اي ريحه او اي حاجه بيحشوها. بعد كده بروح شاده كده بتحش الكبده كده في جنب، وبروح بقى نازله بالبصل، كل حاجه هنزل بيها اديها تشويحه، وبعد كده اروح ملخبطها. يعني هروح نازله بالبصل اهون، هبدا اديله تشويحه كده في الحته اللي انا فضيتها دي، وبعدين هروح بقى مرجعه الكبده عليه تاني يعني، وابدا برضو اروح اديهم تقليبه. انا حطيت البصل قبل الفلفل لان البصل بياخد سوا اكتر من الفلفل. يعني الفلفل ان هو مسافة بس ما يتقلبيه كام تقليبة كده بتلاقيه استوى معاكي، عشان كده البصل بديله نزلته قبل الفلفل. برضو زي ما قلت لك بديله كل ده، ولسه ما حطيتش اي بهارات ولا اي حاجه. بعد كده بروح نازله برضو حاشاه في جنب كده، وحاشه كل ده، واروح حاطه نازله بالفلفل، بروح نشوفه الفلفل اصلا شكله معانا، والطبق الصينيه شكلها معانا في المرحله دي حلو قوي. بعد كده بنروح نازلين بالفلفل، وبروح بقى بقلباه برضو اديله تشويحه حلوه قوي قوي. وبعدين بروح ملخبطاه على البصل وعلى الكبده. بكده بقى خلاص يعني هبدأ بقى اروح حاطه التوابل بتاعتي، وبعدين واروح بقلبها تقليبه واروح طافيه عليها. التوابل زي ما انتم شايفين ملح، بظبط الملح تبع ما انا بحب، وبروح حاطه حبه رشه فلفل اسود، ومعلقه ونص كده او معلقتين كزبره ناشفه، وحبه شطه. انا اصلا حاطه شطه حراقه في الفلفل الاخضر، فعلشان كده ما يتأكد ان الشطة تكون مظبوطة. وبروح بقى اعطيها تقليبة، واعطيها تقليبة حلوة بقى عشان البهارات وكده. بس اهم حاجة كتري من الكزبرة الناشفة، لان الكزبرة الكبدة بتحب الكزبرة الناشفة، وبتحب برضو الشطة. الفلفل الاسود حاجة يعني في المعقول مظبوط، والملح طبعا ظبطيه زي ما انت بتحبي يعني. اهو شكل الصينية اصلا ما شاء الله خطير خطير خطير، وطعمها حلو قوي قوي، وكفتنا كلنا. دي بقى الطحينة الاقتصادية اللي احنا عاملينها مع بعض، بالرغيفين العيش، وحطيت عليهم معلقة طحينة، وحطيت فصين توم وحبة خل، ورحت ضربة ده كله في الخلاط، وزي ما انتم شايفين وشكلها وطعمها زي